صباح الخير او مساء الخير على احلى متابعين في الدنيا. بشكر كل اخ واخت دخل اشترك في قناتي، بجد بشكركم من قلبي. واللي لسه جديد داخل القناة بتاعتي، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة. بجد هتفرحوني قوي قوي لما بلاقي مشترك جديد دخل عندي في قناتي، عشان قناتي تكبر باحلى اخوات في الدنيا. طبعا ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. وطبعا اللايك بتاعتكم الجميلة واي كومنت حلو كده هوت لاختكم كده بصلاح الحال يا رب. ويا ريت كلنا كده هوت نخش نصلي كده هوت على نبينا محمد في الكومنتات، عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده بقى نخش كده ايه على الفيديو بتاعنا، فيديو بقى إيه بتاعنا النهارده كده مجمع، ايه، ملخص 3 فيديوهات مع بعضيهم في فيديو واحد. نزلت النهارده على قناة حوارات، كان طبعا بقالهم فترة ما كانوش بينزلوا فيديوهات. محمد وآلاء، طبعا انتوا عارفين اللي هم لسه في المصيف، لسه في الساحل بيصيفوا كده اهوت. فعملوا فيديو نزلوه على قناة حوارات بتاعتهم الكبيرة اللي هي القناة الرسمية. من الواضح كده يعني الايام اللي جايه دي هنلاقوا مثلا ممكن نهال تنزل هي قناه، هي فيديو، والاء ومحمد ينزلوا فيديو. هو دوت اللي احنا ايه شايفينه. يعني هي ولا نهال هتقوم بالقناه لوحديها، ولا محمد والاء هيقوموا بالقناه لوحديهم. لان طبعا كل واحد فيهم دلوقتي بقى مشغول بقناته الخاصه بيه. وطبعا كل واحد باصص لقناته وعايز يكبرها عشان توصل للمليون في اسرع وقت. ولسه طبعا مش عارفين قناة حوارات هيبقى ايه مصيرها، هتكمل ولا هتتقفل. هو لسه طبعا القضية شغالة، فهنشوفوا بقى ايه. ربنا ييسر لهم الامر يعني، واللي في الخير يختاره لهم ربنا. بس يعني كان الفيديو الصراحة اللي محمد نزله هو وآلاء كان فيديو صغير جدا. احنا ما كناش حتى متوقعين ان قناة حوارات عمرها ما نزل فيها فيديو قصير قوي قوي كده، مش فاكره كان 9 دقايق او حاجه زي كده يعني. كان صغير قوي قوي، واعتبر الفيديو ما كانش فيه حاجه غير ان الاء بتدور على فسيخ. يعني انت رايحه مصيف يا الاء؟ معلش يا لولو، برضو يعني احنا برضو من حقنا اللي احنا نتكلم. انتوا اللي خليتونا نقول الكلام دوت. انت رايحه مصيف، رايحه الساحل الشمالي عشان تاكلي فسيخ؟ فسيخ ايه يا الاء؟ ده انت كنتي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، مش عارفه كنتي مملحه 20 ولا 30 كيلو فسيخ. ما يعني ما زهقتيش من اكل الفسيخ؟ لا يعني مش طول الفيديو بيلفوا بالعربية على فسيخ ومش لاقيين. يعني سايبين القرية السياحية والأكل والبيتزا والفطير والهمبرجر والكلام ده كله، ورايحين تدوروا على فسيخ؟ يعني مش أكل يتاكل في مصيف بصراحة يا آلاء. أو انتوا كنتوا عايزين تعملوا محتوى وفيديو كده وخلاص، وقلتوا يلا ايه ننزله دوت كده على القناة وخلاص. وفي الآخر جابوا بيتزا وأكلوا بيتزا. يعني الصراحة ما كناش هو ده تغيب غيبتك وتنزلوا قناة ايه الفيديو دوت على قناة حوارات. كان فيديو صغير وملوش اي هدف ولا اي تحدي. يعني احنا عارفين ان هم طبعا مش عارفين يعملوا تحديات ولا ينزلوا مثلا فيديوهات كبيرة زي الاول، عشان طبعا يعني ما يتعبوش في الفيديو ويصرفوا على الفيديو وفي الاخر لا قدر الله القناة تتقفل او يحصل لها حاجة. هم يعني اكيد طبعا مستنيين يشوفوا الدنيا فيها ايه وايه اللي هيحصل في القناة الكبيرة، وبعد كده يبقى ايه ربنا ييسر لهم الامر. ماشي، ادي دوت الفيديو اللي نزل على قناة حوارات. نيجي بقى برضو على الفيديو اللي نزل عند قناة حسن ونهال. فوجئنا طبعا حسن كان طالع في الفيديو بيتكلم بصوته وايده، حتى برضو كانت باينة كده هوت في الفيديو. وهو بقى هو زي ما انتوا شايفين كده هوت. فكان بيقول هسفر زوجتي ومش عارفة ايه والكلام ده كله. طبعا كانوا هم مسافرين، يعني هي كانوا طبعا قاعدين في اسكندرية. مش معقولة اسكندرية كلها سايبينها عشان ما فيهاش حد بيبيع يعني ادوات المطبخ دي زي ما انتم شايفين كده. لا ده ما شاء الله اللهم بارك، اسكندرية فيها محلات كبيرة جدا ان هي بتبيع الادوات المطبخ دي والبرطمانات والمعالق وكل حاجة العروسة عايزاها هتلاقوها في اسكندرية. بس طبعا دوت كان ريفيو، يعني اعلان، كان اعلان طبعا جاي لهم في القاهرة. وهو عشان كده حسن اخد نهال وسافروا القاهرة يعملوا الاعلان دوت. طبعا كان باين خالص اللي هو دعاية واعلان للمكان اللي هم اعلنوا عنه وعن اسمه يعني في الفيديو بتاعهم.
فاهمين يعني، ما كانش هيسيبوا اسكندرية عشان تروح تشتري حبة كوبايات ومعالق من القاهرة. لا ده ما شاء الله، ده اسكندرية فيها محلات كبيرة جدا والهايبر وأماكن يعني مش عايزين نقولوا على أساميها، بس أماكن كبيرة جدا فيها الحاجات دي. بس طبعا هو المكان وعملوا إعلان للمكان وكان المكان طبعا مبلغهم بكل التفاصيل، بدليل قايل لهم الحاجات الترند اللي هي بتاعت علب المنازل اللي طالعة، واول حاجه بتجيله هو وجايله استيراد حاجات جديده لسه ما نزلتش السوق، وقالوا العنوان بالظبط فين. طبعا كل ديت كانت دعايه للمكان. ماشي، احنا خلاص كده عارفين ان ديت ايه، دعايه، بس عشان خاطر المتابع لو مش عارف ان دوت دعايه واعلان، تبقوا عارفين هي مش هتسيب اسكندريه وهتروح تشتري حبه برطمانات وكوبايات ومعالق من اخر الدنيا. وبعدين ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني هي انت جبتش حاجات كتيره جدا واحنا مش بنشوفوكي تقفي في المطبخ، يعني الوقفه اللي هي تستاهل تشتري الحاجات دي كلها. انت معظم اكلك زي ما انت ما بتقولي اندومي. فمين ده، هي اكتر حاجه بتعملها الاندومي والمكرونه والبانيه، المكرونه والبانيه. هي برضو لسه يعني ايه مش قد كده في حته الطبيخ. وانصحك نصيحة والله، ما تكتريش من حاجات المطبخ دي، لا يعني استعملي اللي عندك وبعد ما يدوب ولا يتكسر يبقى اشتري جديد. الحاجات دي كلها يا جماعة عارفين بتعمل كركبة، كركبة فعلا حرفيا في المطبخ. تحس ان انت المطبخ بتاعك ضيق، مش عارفة تحطي فين بقى، في الدولاب فوق تحت على الرخامة. لا كل ما كان المطبخ بسيط كده وفي حاجات بسيطة بيبقى احلى مليون مرة من اللي احنا نجيب ونكوم على الرخامة وفي الدواليب. وفي حاجات والله ساعات ما بنستعملوها، بنسيبوها كده منظر وخلاص، اهي جبناها وخلاص على كده. دوت الفيديو اللي كان نازل عند نهال. نخش برضو على الفيديو الصراحة بقى اللي عجبني، اللي هو كان نازل عند يحيى في قناة حاج جابر. كان يحيى اخد زياد ونزل يشتري حاجات المدارس طبعا ليوسف وريميس. طبعا ما شاء الله زياد دلوقتي بقى خلاص هيخش اولى جامعة، هيشتري بقى حاجته لنفسه طبعا، إذا كان كام طقم يروح بيهم الكلية بتاعته. نيرة برضو في ثانوي، يحيى ما جابلهاش، الا بس اعطاهم الفيزا، قال لهم خدوا الفيزا وانزلوا اشتروا اللي انتوا عايزينه. بس ما شاء الله فرح رماس ويوسف، لان هم كانوا فعلا يستاهلوا الفرحه. عارفين فكرونا فعلا والله بايام ما كان محمد وحسن بياخدهم ينزل يجيب لهم حاجات المدارس او حاجات العيد، فاكرين الكلام دوت. فيحيى بجد والله كويس اللي انت عملت يعني ايه، عملت الموقف دوت، لان احنا زعلانين بجد من قلبنا وحزنانين على اللي حصل حوارات وما بقتش البهجه بتاعت كل مناسبه اللي بتحسسونا بيها. يعني لما كانوا كلهم في الفيلا مع بعضيهم كانوا بهجه العيد ولبس العيد كان بيبقى ليه شكل خاص وفيديو اكبر من كده ويفرجونا وهم نازلين، وكان بياخد معاه ساعات اولادهم زياد وهم اللي يختاروا وهم اللي ينقوا، او ساعات كانوا يعملوا لهم مفاجاه وهم اللي يروحوا يشتروا الحاجه ويجوا يعملوا فيديو كبير وخد قيس ده وقيس ده ويبقى فيه ضحك وهزار. فاكرين؟ ومحمد بالذات كان محمد طبعا مهتم برماس اهتمام كبير، بس هو اكيد يعني عشان خاطر طبعا المسافة اللي بينهم دلوقتي بقى هو في مكان وهم في مكان، عشان كده بقت ايه المسافة بعيدة. بس والله بجد احنا مفتقدين لمتكم، والله المتابع مفتقد لمتكم، زعلان زعلان كده، يعني احنا زعلانين من قلبنا فعلا. مش هي دي الاجواء اللي احنا كنا بنعيشها معاكم ايام المدارس ولا ايام العيد ولا ايام الموسم ولا ايام اي مناسبة. يعني فاكرين اي موسم كانت الحاجة سعدية تقعد هي وسحر في الجنينة ويخبزوا ويعملوا رقاق، فاكرين؟ ويعملوا كحك وبسكوت. والموسم بقى وما شاء الله والحاجة تعمل لهم بط ومحشي. يعني هو الموسم احتفلوا بيه السنه دي، باللي هم اكتفوا بس لان هي اللي جابت لهم حلاوه الموسم بس كده. ما شفناش بقى الحاجه وتقول لك عيالي مثلا جايين النهارده يتغدوا وعملت لهم المحشي اللي هم بيحبوه وعملت لهم بط فاهمين، وعملت الرقاق وكانت تقعد هي وسحر في الجنينه يعملوا قدام الفرن ويخبزوا. عارفين الطقوس دي؟ وكان محمد مثلا ايام المدارس ياخد الاولاد يجيب لها الهدوم المدرسه، كنت تحس ببهجه اكتر من كده. فهنقوله ايه، والله ربنا يصلح لهم الحال يا رب، وترجع كده تاني كده عيلة حوارات تنور اليوتيوب بفيديوهاتها الجميلة المبهجة الصراحة اللي احنا اتعودنا عليها. هنقوله ايه، ربنا يصلح الحال ما بينهم يا رب ان شاء الله، ونرجعوا نشوفهم كده في احسن حال. وحد برضو يطلع يطمنا كده على محمود ان شاء الله، حتى بقى يصور وهو بقى بيجيب حاجة المدارس، يعني يطلع كده في فيديو يورينا كده حاجة المدارس اللي هيجيبها الاولاد وهو بيودي المدرسة، يرجع كده يطمن المتابع عليه ان شاء الله.
ويبقى بخير وترجع لمتهم والله. فادعوا لهم يا جماعة، ادعوا لهم كده رب صلاح الحال ويلم شملهم تاني والله عن قريب يا رب. يلم شملهم ان شاء الله كده عن قريب ويطلعوا لنا كده في فيديو وهم كلهم كويسين مع بعض. دوت احلى فيديو والله. ما كانوا بيطلعوا رحلات كده مع بعضيهم مصيف، او يروحوا يجيبوا مثلا لبس او حاجات العيد او حاجات المدرسة. فربنا يصلح الحال يا رب ويصلح حال الناس اجمعين. دوت كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش طبعا اختكم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. وهتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه. سلام.